بعد الجدل الواسع الذي شهدته دورة الألعاب الأولمبية في باريس حول مشاركة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في صنف الإناث، والذي ازداد مع إعلان الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني لانسحابها من نزال دور ثمن النهائي في وزن 66 كيلوغرام، باعتبار أن غريمتها الجزائرية متحولة جنسيا مما يجعل المبارزة غير عادلة. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لخليف تتحدث فيه عن كونها رجلا وليس امرأة. وظهرت إيمان خليف خلال مشاركتها في أحد البرامج الجزائرية وهي تعترف بكونها ولد، وأن والده رأى فيه منذ الصغر بطلا أولمبيا في الملاكمة، حيث قالت: كنا 6 أولاد، في سنة 2016 كنا أطفالا صغارا لا نعرف شيئا، ورأى في أبي حينها مشروع بطل أولمبي، قبل أن يختم: أنا جندي، أنا مجند من أجلك يا جزائر. وخلف شريط الفيديو ردود أفعال مستنكرة لموافقة اللجنة الأولمبية على مشاركة خليف في صنف الإناث رغم كونه رجلا كما جاء على لسانه، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم من عدم احترام القرار السابق للجنة بطولة العالم 2023 التي استبعدتها بعد أن أظهرت الفحوصات أن لديها الكروموسومات الجنسية XY، وهي الكروموسومات التي توجد لدى الرجال، بينما تمتلك النساء كروموسومين X. يذكر أن إيمان خليف تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الإيطالية أنجيلا كاريني قبل نزالهما في الدور ثمن النهائي من وزن 66 كيلوغرام، حيث اعتبرت أن مشاركتها غير عادلة ووصفتها بالمتحولة جنسيا. وبعد نزالهما اليوم الذي دام 46 ثانية فقط، انسحبت كاريني منهارة بالبكاء قائلة: ألمتني كثيرا وهذا ليس عدلا، ورفضت تحية خليف بعد انتهاء النزال. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.